السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات إشراق. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. واليوم كما راكم تلاحظوا جبت لكم فطور ولا وصفة بزاف بنينة. بما انه اليوم راهو الجو بارد، قررت باش ندير حساء الخضر، وبالنسبة للأطفال صحي جدا. يعني مع كما نعرفوا كامل لي فيتامين اللي فيهم الخضرة مليحة للأطفال. وبيان سور كاين بزاف أمهات يعانيو مولادهم اللي ما يحبوش ياكلوا لهم الخضرة. يعني جبت لكم هاد الطريقة اللي شافت وليدها ما ياكلهاش الخضرة دير بهاد الطريقة في هاد الحساء، واكيد اكيد راح يستنفع بهاد الفيتامين اللي تكون في الخضرة. انا كل سمانة ندير لهم هاد الحساء اللي يتمتع بكل فيتامينات لعقل او لجسم الطفل ديالك. ان شاء الله ينال اعجابك يعني الفيديو تاع اليوم، لانه بزاف بنين وما طراطيش الوصفه. يلا خياتي نروحوا مع بعض للمقادير. هنا كما راكم تلاحظوا انا عندي كامل الخضره اللي عندي في الدار درتها. عندي زوج حبات قرعه، زوج حبات لفت، زوج حبات زروديه او الجزر، زوج حبات بسبس قطعتهم يعني براج، زوج حبات طماطم، زوج حبات طماطش قشرتهم ونحيت لهم الماء، وعندي حبه كبيره بصله ولا زوج موين قسميهم اون دو. عندي هنا كرافس، صدر تاع الدجاج ديري واش حبيتي، عندك كركاسة ولا فخذ ولا واش حبيتي. عندي ربطة معدنوس، عندي الزيت والملح لي زيبيس، عندي فلفل اسود وراس الحانوت. بالنسبه لي زيبيس تقدري تستغني عليهم، لانه بلا لي زيبيس يجيك بزاف بزاف بنين وصحي. يلا خياتي نروحوا مع بعض القدرة تاعنا. انا هنايا ضفت لها الزيت حوالي 3 ملاعق زيت. وما تنساوش يعني الفرنو دايما ما نزيدولوش افون، خليه بتي فو هكا باش نحمسو كامل الخضره في غرضها، والدجاج تاعنا في غرضه. كاين بزاف اللي ترمي بارد في بارد، باغ اكزومبل هكذا ترمي الخضره وترمي الماء وتخليه يغلى. انا لا نحب نحمس. يلا خياتي هنايا كيما راكم تلاحظوا ضفت الصدر تاع الدجاج، ضفت البصل حبة بصلة كبيرة ولا كما قلت لكم زوج حبات بصلات كبار على حسب عدد أفراد العائلة أو على حساب كمية يعني طعام ولا الماكلة حديري. يلا خياتي زدت هنا ضفت حبة طماطيش ولا زوج حبات طماطم، ضفت ربطة معدنوس وغصن كرفس. بالنسبة للكرفس أنا ما نحبش نضيفه، ماشي ما نحبش نضيفه، ما نحبش الوجو تاعو يكون بارز في الحساء تاعي. يعني نحطو يدير لي برك شويه جو، ما نحبوش يكون قوي، ومعدنوس نحب الجو تاعو يعني، وتبقى كل وحده وطيابها وكل وحده يعني والبنه تاع يديها. يلا خياتي نكمل كيما قلت لكم نحمس كامل الخضره جيدا، عطوا لها الوقت باش تتحمس لك. انا هنا راني دايره في لاكوكوت. فوالا خياتي هنا ضفت زوج حبات تاع اللفت مقطعين بهذا الشكل، زوج حبات بطاطا مقطعين بهذه الطريقه كذلك، يعني على طريقه او على شكل التقطيع قطعي كيما تحبي، لانه في الاخير راح نميكسيو كلش. يلا بعد البطاطا ضفت البسباس، ضفت الزرودية ولا الجزر، وضفنا القرعة او فوالا القرعة تاعنا. يلا خياتي نقعد نحمس كامل مع بعض. مازالني هنا نحمس، نضيف لي زيبيس اللي هما فلفل اسود وراس الحانوت. بالنسبه لي كان يعني بعد الشر لا تقدر يكون عندك مريض ولا استغني على لي زيبيس وديري نفس الطريقه، يعني صحي كذلك بالنسبه للمريض. وربي شافي كل المرضى جميعا ان شاء الله يا رب. يلا خياتي نكملوا نحمس كامل كما قلت لكم. ضفت هنايا ملح، ونقعد نقلب كامل الخضرة تاعي بهذه الطريقة. ننصحكم باش الماكلة تاعكم دايما حمسوها باش تجيكم الماكلة بزاف بنينة. فوالا خياتي شوفوا هنايا كيفاش ولات لي يعني هنايا تحمست ولا تلقت روحها. شوفوا البصل كيفاش ذبل لي، يعني انا خليت وقت وعاودت وليت لكم. وفي الاخير هنا انا من جهه كنت درت قدره تاع الماء كانت تسخن، يعني على حساب الكميه اللي راني رايحه نمرق بها. ونغرق كامل الخضره تاعي هنا، غرقيها وغلقي على لاكوكوت تاعك عفوا، ولا على الطنجره ولا على القدره تاعك، وخلي الكل يطيب في غرضه. انا هنايا البنات ما خذليش وقت بزاف، لانه كنت درت يعني في طنجرة الضغط، ما خذتليش كمية وقت كبير، يعني حوالي 4 ساعات طابلي كلش.
فوالا ونغلق عليها ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجد لي او بعد ما طيب لي الخضره كامل ويطيب لي هذاك الدجاج. فوالا خياتي، شوفوا هنايا بعد ما طاب لي كلش، هاي لك لاكوكوط حنفتحها معكم باش تشوفوني كي نحي ولا نحي هذاك الصدر تاع الدجاج باش نرحيه معكم بهذه الطريقه. يعني نحوه ونشدو زوج يعني شوكات ولا زوج فراشط بهذه الطريقه، وفتتي كامل هذاك الصدر تاع الدجاج بهذه الطريقه، لانه تمتم كي تنحيه يكون سخون. يعني كي ديري هكا بهذه الطريقه بالشوكات اكيد حتساعدك باش تقدري تفتتي الصدر تاعك تاع الدجاج. فوالا فوالا خياتي، هنا من جهة بعد ما تفتت كامل هذاك الصدر تاع الدجاج، نعاود نردو للحساء تاعي اللي فيها كامل الخضرة وكانت طابت كامل، ونروح نجيب لو بغا ميكسور تاعي ونميكسي كامل هاد الحساء او كامل هاد الخضره مع الصدر تاع الدجاج. صدقوني يعطيكم واحد البنه ما شاء الله، صدقوني. يعني مجميع وحده كما قلت لكم في الاول عندها ولادها تعاني منهم ما ياكلولهاش الخضره، يعني هذه طريقه بزاف هايله. انا ولادي شخصيا يموتوا على هاد الحساء. فوالا خياتي، شوفوا هنا كيفاش جاني بزاف خاطر. انا في الاخير ضفت له شويه ما وعاود رديته اغلالي، وفي الاخر حبيت نقول لك نعطيك واحد السر تاع البنه تاعو. ضيفي له في الاخر ماشي في لاكوكوط، ضيفي في لابول تاعك، ضيفي لها عصره قارص ويعطيك بنه ولا اروع. ونقول لك حبيبتي بصحتك وبصحه ولادك وبصحتكم جميعا، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. سلام حبيباتي.